يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت، لسه ما جيناش للبسكويت. سلام عليكم، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد وبدأنا مع بعض نواعم العيد، واول حاجة هنبدأ بيها هي الكحك. والكحك يعني العيد والفرحة الجميلة. شوفي الفيديو وقومي جربي الوصفة. طبعا شفت وصفات كتير وكمية فيديوهات كتير. انا بقى النهارده جايبه لكم الخلاصة كلها. هنبدأ بالمقادير على طول عشان تقومي تنفذي الوصفة. أول حاجة كيلو دقيق، ومش بحدد لك أي نوع، جيبي سايب معلب اللي نفسك فيه واللي تقدري عليه. لكل كيلو دقيق 500 جرام من السمنة، يعني نص كيلو. بعد كده معايا كوباية 200 ملي من اللبن، طبعا اللي بتشربي بيها الشاي في أي بيت. هنجيب بقى معلقة كبيرة دهي من اللي بتاكلي بيها، وشوفي هقولك ايه. معلقتين كبار سكر بودر او سكر حبيبات بس يكون ابيض، معلقتين كبار سمسم. نيجي بقى لنص معلقه كبيره من ايه، من الخميره وريحه الكحك والبيكنج باودر وذره بين صوابعك من الملح. والعلبه دي ريحه السمنه البلدي ب5 جنيه من عند اي عطار. دي مقادير الكحك بتاعتي. نيجي بقى للملبن، معايا نص كيلو من الملبن، معلقتين كبار سمسم، معلقه كبيره من السمنه. بعد كده هنبدأ بالخطوات بتاعتنا، وسهلة وبسيطة وهتقومي تجربيها على طول. أول حاجة جبت كيلو الدقيق ونزلت عليه بمعلقتين من السمسم وريحة الكحك والبيكنج باودر وذرة الملح، وهنقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض، وهننزل بالسكر معلقة هنا وهنسيب معلقة تانية هنشوف هنعمل بيها ايه. ونقلب كل الحاجات الجميلة دي مع بعض. بعد ما نقلبهم هننزل بالنص كيلو من السمنة تكون سايحة وايدك تستحمل السخونية بتاعتها. لا بقدحها ولا بسخنها قوي ولا الكلام الفاضي ده كله. تمام. بعد ما نزلنا بالسمنة بتاعتنا، تعالي لي بقى هنا في الخطوة دي وهي الكحك كله. نركز، الخطوة دي هي الكحك كله. ان احنا هنبس الدقيق مع السمنة نص ساعة متواصلة. سيبك من اللي يقولك 5 دقايق لا، نص ساعة. دي اللي هتديكي كحك دايب دوب ومش هيستحمل ان انت تلمسيه. تمام كده. بعد لما بس الدقيق كويس قوي 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 مع السمنه وامسك كده العجينه، هتشوفوا مفيش خلاص، كلها ساحت مع السمنه. مفيش دقيق خلاص قدامك، كله دايب كده ومبسوس مع السمنه. هننزل بمعلقه كبيره من ريحه السمنه البلدي، وشمي بقى يا ست الكل. بعد بقى لما نديهم كده تقلبتين مع بعض كلهم مع ريحه السمنه البلدي، طبعا لو ما عندكيش عجان بين ايديكي كده واقعدي بس نص ساعة. بعد كده هنزل واكون دوبت الخميرة مع السكر قبل ما بس كده تخمر مع نفسها، واقوم نازلة بيهم بقى اخر حاجة. بعد ما بسيت الدقيق انزل بقى بكوبايه اللبن اللي عليها نص معلقه الخميره ومعلقه السكر اللي متبقيه من المعلقه اللي احنا حطيناها على المواد الجافه، واكون مقلباهم وسايباهم شويه يخمروا، وانزل بيهم بقى على الخليط بتاعي ويلم كده مع بعضه. مش هعجن، يلم في دقيقتين دقيقتين بس كده المهم. نواعم العيد مش بتحتاج عجن ابدا ابدا، لو عجنتي فيها اعتبريها قرص تخبطيها في الحيطه ترجع لك تاني. الخلاصه، بعد كده هتمسكي العجينة بتاعتك وتكوريها وتبططيها كده. لو شققت انزلي بمعلقة سمنة زيادة. تمام. لو شققت انزلي بمعلقة سمنة زيادة. ما شققتش زي العجينة دي يبقى مقاديرك مظبوطة 100%. تسيبيها بقى ترتاح 5 دقايق عبال ما تقلبي السمسم مع الملبن والسمنة وتكوريهم كور صغنونة، ونبدأ على طول. قلبناهم كويس قوي كده بايدينا. شايفين طبعا. اللي عاوز العجمية انا هنزلها في فيديو لوحدها. هجيب بس كده بولة فيها نقطة زيت، امسح ايديا وامسح الطبق اللي هحط فيه الملبن واكورهم كور صغيرة بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية كلها، علشان واحنا بنقعد بقى ننقش الكحك نبقى خلاص مفيش ورانا حاجة. يلا بقى لميلي جيرانك ولميلي حبايبك وجيبي بقى المناقيش. او انا السنه اللي فاتت عملت معاكم بالبصامه، السنه دي قلت هعمل بالمنقاش بقى. بجد عجبني جدا عن البصامه. انا احب اقول ايه اللي عجبني او ما عجبنيش في برضو في الفيديوهات بتاعتي. هنا خلاص خلصنا الملبن بتاعنا كله، يلا بقى بينا ندخل على العجين بتاعنا
ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة بجيب قطعة في ايدي كده بفردها وبنزل فيها بقطعة من الملبن واكورها بالشكل ده. يلا بقى نجيب المنقاش واعملي اي رسمة تحبيها، انقشي كده بالحروف كلها بالشكل ده. والرسمة طبعا اللي طالعة ترند اليومين دول المربعات، واللي هي هوريها لكم دلوقتي. ده اول شكل معانا. نيجي بقى لتاني شكل، هنجيب قطعة من العجين ونفرده على ايدنا وننزل فيه بقطعة من الملبن، ونشوف بقى الشكل اللي طالع ترند اليومين دول. هنعمل 3 نايمين كده و3 يعني واقفين كده بالشكل ده اهو. الشكل هنا طبعا ما ينفعش اشرح الشكل بالكلام، هو الكاميرا موضحة قدامكم كل حاجة. نعمل مع بعض كمان واحدة، ولمي بقى قرايبك وحبايبك وجيرانك واقعدوا بقى مع بعض ونقشوا الكحك. هنا بوريكم البصمة اللي انا عملتها معاكم السنة اللي فاتت. قعدت بقى ولميت جيراني وحبايبي وقرايبي وقعدنا ننقش الكحك. وعايزه اقول لكم الكيلو طلع لي 70 واحده من الكحك. انت بتروحي تشتري الكيلو من بره بيجيلك 25 كحكايه، لا انا عملت بالكيلو 70 كحكايه. يلا بسرعه قومي حضري مقاديرك، سهله وبسيطه، وفرت عليك الكحك في خطوتين 2 بس، واعملي احلى كحك من ايديك. الكحك بيدخل على درجه حراره 200، هياخد بالظبط نص ساعه 30 دقيقه بالظبط. وعايزه تفتحي الشوايه براحتك، مش عاوزه هو بيبقى ابيض من فوق عادي كده خالص بالشكل ده. شايفين بقى النقشة طلعت معانا لا راحت ولا حاجة، لان الخميرة والبيكنج باودر مظبوطين بالشكل ده. يلا بقى نرص الكحك وننزل عليه بالسكر البودر وقدميه في العيد لحبايبك. وبكده عملنا احلى وصفة كحك ممكن تجربوها من ايديكم. شايفين الجمال والروعة، والكحك عالي ومتماسك وفي نفس الوقت دايب دوب. هنشوفه مع بعض دلوقتي. شايفين الجمال ده؟ شايفين يا جماعة رصة الكحك وجمالها؟ يلا بقى نفتح كحكاية كده مع بعض ونشوف دايبة ازاي، ونشوف. مش مستحملة ان انا امسكها، ركزوا كده. هجيب السكينة. شايفين الكحكة كلها بتتقسم كلها؟ شايفين عاملة ازاي الملبن من جوه؟ والكحكاية سمكها متوسط وسمكها ده المطلوب. شايفين؟ الله على الجمال. شايفين يا جماعة الذوبان ولا طعمه؟ اقسم بالله انا معتمدة الطريقة دي من 3 سنين وعمري ما غيرها ابدا ابدا ابدا. امشوا على طريقتي. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى، ويا رب يكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. وانتظروني في باقي نواعم العيد. باي باي.